كتير ما شفتش لب صح؟ بقالي كام سنه ما اكلتش ترمس. بص ترمس انت مقتنع ان انا باكل الحاجات دي كلها؟ هتاكلها، ده انا شايلها على قلبي من مصر يا اخويا. خلاص كفايه كده. انا شايف كفايه برضه كده. عايز ايه تبتدي بايه؟ باكل بطاطا. ايه؟ الملكه اليزابيث عملت عيد ميلادها هنا؟ قعدت هنا على الكرسي ده؟ يا دي الفضايح. تعالى يا حبيبي تعالى نروح نقعد في حته ثانيه يا اخويا ناكل براحتنا. ناكل بطاطا. احنا ولا يهمنا ابو صلاح عندنا ده قوي. خفة الدم المصرية إسعاد مصر صاحبة السعادة الفنانة صانعة البهجة إسعاد يونس. أفضل مذيعة وأفضل برنامج اجتماعي. وطبعا عايزينك تسعدينا بكلمة زي ما بتسعدي مصر في برنامجك. معلش ركبي بالخلخه. ميرسي دير جاست ماجد حسني، ميرسي ثانك يو بوسي وش السعد، ميرسي everybody. عايزه اقول لكم اوعوا تحسوا ان انتوا في تنمر عليكم او في حاله من ان انتوا تبقوا داون طول الوقت. انتوا اشطر صناعه في البلد، وانتوا اللي عاملين النهضه الثقافيه والفنيه في البلاد اللي حوالينا كلها. فانتوا الصناعه اللي بتتصدر 100%. كل همسه بتقولوها بتسافر وبتمثل مصر بره. اوعوا تحسوا ان انتوا داون، ارجوكم، لانكم ثروه لا تقدر بمال على جميع الازمان. أشكركم وبحبكم، وبهدي الجايزة للكرو بتاعي صاحبة السعادة زيزو مراد وكيكو وخيري وصباح وأحمد فايق رئيس التحرير وكل الناس اللي بقالهم جنبي 8 سنين الحمد لله بنقتسم النجاح والعيش والملح. أشكركم. مبروك إسعاد مصر. وعايزة أقول لك يا مدام إسعاد إن أنا جاية من 3 مهرجانات عربية. أهم حاجة في كل المهرجانات العربية هم نجوم مصر، وكل مهرجان في بلد عربي قائم على الفن المصري ونجوم مصر. فتحية لنجوم مصر وتحيا مصر. أيقونة الإعلام مشوارها الإعلامي